طلب من الرجل. هو الرجل مو متحرر حتى راح يحرر النساء. ليش هو متحرر اساسا؟ لا مو متحرر. لا هو متحرر، لا دولة، لا هو اليوم هو يوم لمناهضة عنف ضد المرأة. الأخوات الميرابال وثلاث أخواتها كانوا بمكان جمهورية، وبهذه المكان كان يعني مناضلتهم كلش مشهورة. كانوا دائما يناضلون ضد هذا النظام السلطوي، نظام الدولة مال السلطة. هذا النظام هم شلون مثل ما كان موجود، يعني حتى كان النساء دائما محرومين من حقوقهم في العمل، حقوقهم في يعني مختلف الخدمات اللي لازم هو الإنسان يقوم به مثل حقه الطبيعي. كانوا يعني محرومين، هذا المكان كان يعني محرومين من حقوقهم، كان مسلوبة منهم. قرروا هاي الأخوات الثلاثة إنه يناضلون على حقوق المرأة. ليش؟ لأن كانوا يعيشون حياتهم كلش طبيعي، وكانوا يطالبون بحقوقهم. يشتروها البيبي ينطوها على منو؟ رغم إنه هاي الطفلة شنو تفهم؟ ينطوها على البنت. وهاي اللعبة النارية أو لعبة أسلحة ينطوها على الولد. يعني من هذا العمر الصغير، عمر الطفل. يعني أسوأ شيء هو إنه المرأة هي تقبل على نفسها. يعني حتى المرأة هسه بيومنا هذا متعودين يقولون هذا هو شغلنا، هذا هو عملنا، هذا هو واجبنا. تشوفون هذا واجب النساء، بس إنه تطبخ وتبقى. المرأة عندها يعني إرادة، لازم تكون عندها إرادة تقدر أي شيء تسوي، تمشي تروح. هسه إحنا يعني عندنا إرادة، جينا من جريتنا، جينا جاي على نحضر المجتمع هذا وهذا. سلام. ايش قد تشوفين انه جمعية كهاي مهمة، وخاصة انه الموضوع تخص النساء، المناهضة على حقوق المرأة؟ لازم نكون يعني ايد وحده، نكون يعني كلنا سوية ايد وحده، يعني كل المجتمع المرأة نكون ايد وحده حتى نقدر نحرر حالنا، ما نظل تحت الضغوطات.